عندما تقابل العامل اليمني بالفتاة السعودية في أحد الأسواق في مدينة جدة، تشتعل شرارة الحب بينهما. رغم الفوارق الثقافية والاجتماعية، إلا أنهما يجدان الكثير من القواسم المشتركة بينهما وينجذبان إلى بعضهما بقوة. قامت البنت وكلمت أهلها إنها تريد الزواج من مقيم يمني، ولكن أسرتها قابلتها بالرفض وقاموا بمخاصمة. كلمت البنت العامل اليمني إن أهلها رفضوا رفضاً قاطع، وإنهم يبحثون عنه من أجل إخراجه أو سجنه، فقرر الهروب إلى اليمن. تتطور علاقتهما ببطء مع مواجهة تحديات وعقبات عديدة. يواجهان تعصباً من بعض الأشخاص الذين لا يقبلون فكرة علاقة بين شخصين من خلفيات ثقافية مختلفة، لكن يتحدان معتمدين على حبهما وتفاهمهما المتبادلة لتجاوز هذه التحديات. فقررت البنت بالخروج إلى اليمن، وخرجت دون علم أهلها، فعرف أهلها إنها خرجت اليمن، فبلغوا السفاره السعودي بذلك، وقام متجر سفاره بالبحث عنها، ولكن تدخل رئيس اليمن بذلك وزوحها من اليمن، واستقروا في اليمن، وعاشت أحلى أيامها في نهاية المطاف، ينجحان في تحقيق حلمهما بالبقاء معا، متغلبين على العقبات وبناء علاقة قوية مبنية على الثقة والتفاهم.